بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حبيباتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مع تحكوك جبت لكم طاجين الزيتون. كما راكم تشوفوا هنايا في الطاجين راني رميت الدجاج اللي كنت نقيته وغسلته مليح. درته يتقلى شوية مع شوية تاع بصل، وزدت عليه شوية زيتون اللي كنت غليته مقطع هكاك، غليته ومرقت وخليته يطيب. هذه باه نديرها صوص ترافق هذه لا فيونداشي. كيما هنا فيونداشي درتها في ديت كمية يعني 500 غرام تاع فيونداشي. زدت لها شوية تاع زبدة، وزائد التوابل: حرور وراس الحانوت، الزنجبيل، الكركم، كذلك القرفة، شوية تاع قرفة، وربيت لها حبة تاع بصل وشوية تاع ثوم، وزدت لها 2 حبات بيض. هنا من بعد اللي درت كاع هاد المكونات نخلط مليح مليح. وكما راكم كنتوا تشوفوا في البلا اللي كنت صانعاته باه يروح للكوشه. هو بلا كيك اللي يروح للكوشه. ستفت اللحم، درت طبقة من تحت، ومن بعد في الوسط درت الفرماج اللي كان متواجد عندي، فرماج بورسيون. ستفتو قاع في البلا، ومن بعد درت طبقة ثانية وبلعت عليها بلا فيونداشي. كي كملت درت الفرماج من الفوق قاع اون سلايس، يعني يجي روعة. لازم تبلعي كاع هذيك الجهة الفوقانية، تغطيها بالفرماج هذا المربع الشكل، ومن بعد تبداي تستفي الحبات اللي بقاولك تزيديهم. يعني إذا كان عندك 10 حبات، هي تجي 10 حبات في باكية كبيرة. تحاولي باه تزيدي تقطعي من الفوق. كيما راكم هنا تشوفوا، زدت قطعت كاع الحبات اللي بقاولي، ستفتهم من الفوق هكا باه يجي البلا مشبح شباب. هنا من بعد اللي درت الفرماج من الفوق، يعني كطبقة أخيرة، عمرته كاع كطبقة أخيرة. بلعت هذا البلا، غلقته بالبابي كويسون، وزدت عليه البابي ألمنيوم من الفوق. كيما راكم تشوفوا هنا غلقت عليه بهكا باش يتجمر في بعض البعض، ودخلته للكوشة مدة ساعة قل ربع. هنا راكم تشوفوا خرجت البلا من الكوشة، جا فريمون بزاف شباب، حمار من الفوق ومن تحت ومن الداخل طاب روعة، وداك الفرماج قاع ذاب. نروحوا للطاجين اللي خليته يتجمر. تجمر كي بقات له شوية تاع لاصوص، زدت عليه صوص بلونش كيما راكم تشوفوا راني نفرغ فيها. هذه لاصوص عبارة عن فرماج طازج وياغورت طبيعي ولا كريم فريش لو متر. درت كاع وحدة صغيرة وخليته يزيد يتجمر فوق اللحم. هنا كل شيء راه طايب بالزيتون، اللحم، حتى لاصوص راهي ناقصة. كيما راكم تشوفوا هنا راهي تميجوتا. خليته مدة 10 مينوت يتميجوتا ويدي النكهة تاع بعض وبعض. هنا لاصوص يعني جات فريمون بزاف شابة. طفيت عليها ابخي 10 مينوت تاع غليان كيما هكا، حركتها يعني 10 مينوت، زادت عقدت وزادت جات شابة. هنا هذاك البلا اللي خرجته من الكوشة، حليته وقلعت له حاولت باش نقلع البابي من تحت، قلعوه غير بشوية باسكو اللحم ديجا يكون طري، وتخافي تكسر لك الحبة تاع الكيك تاع لا فيونداشي. شوفوا كيما هنايا راني قلعته من البابي ودرته في طبسي، بصح حتى يبرد تماما. انا ناكد عليك حتى يبرد تماما، خاطش لو كان تحليه وهو حامي يتكسر كاع هذاك الفيونداشي، يتكسر باسكو راه من الداخل راهي معمره فرماج. هنا الداخل راهي طريه طريه بزاف، معمره فرماج. هنا من بعد اللي ستفته في البلا، رحت سقيت، ستفت هذوك الفخاذ تاع الدجاج، وزدت عليهم لاصوص تاع الزيتون اللي كانت تميجوتات وعقدت فريمون بزاف، جات شابه. صدقوني هذا البلا جا روعه روعه روعه، عجب كاع العائله.
وجات فيه واحد البنة بزاف مختلفة، قاع ديفيرونت، واحد البنة روعة. ان شاء الله اختي المشاهدة نتمنى لك تجربي هذا البلا ويعجبك وتراسليني في التعليقات، وحتى يعطوك العائلة تاعك تعطيك رايها في هذا البلا. هذا البلا تاع ضياف بدرجة أولى. إن شاء الله أختي المشاهدة نتلاقاو في الخير، وكل عام وانتم بخير. إذا ما تلاقيناش منا السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله نتمنى لكم سنة سعيدة مليئة بالحب والخير والسعادة لكل الناس. وإن شاء الله هذا العام، هذه السنة الجديدة تحمل في طياتها إن شاء الله كل خير لكل الأمة الإسلامية، وإن شاء الله كل السعادة والربح لكل عائلة أعرفها. إلى اللقاء وإلى الملتقى بإذن الله. مع السلامة. تحياتي تحكك.